اختار الطريق ده ولا اكمل في اللي انا فيه؟ سواء طريق شغل، هل اكمل في الشغلانه ديت ولا اشوف وظيفه تانية انسب ليا؟ في الدراسه حتى، هل الكليه دي مناسبه ليا ولا كليه تانية؟ وجوه الكليه نفسها، هل القسم ده مناسب ليا ولا قسم تاني؟ او جواز، هل العلاقه دي مناسبه ليا ولا غير مناسبه ليا؟ بنوصل كتير لمراحل زي دي في كل فتره، بل ممكن كل يوم في حياتنا. محتار اختار ايه ولا ايه؟ ولو اخترت الاقي نفسي متردد بعد شويه، هل اختياري ده صح ولا لا؟ محتاج اعرف نفسي اكتر، محتاج اعرف ازاي اختار صح من البداية، ازاي اكمل في طريق اختياري وما ترددش، ازاي اتحكم في حياتي. تعالوا نعرف ده في فيديو النهاردة. في البداية تعالوا نسمي الجزء ده بداية اللعبة، والاسم ده هو اللي سمينا به الجزء ده في كتاب لعبة الحياة، عشان حياتنا فعلا ممكن نشبهها باللعبة. وعشان تقدر تكسب في أي لعبة، أو قبل ما تبدأ أي لعبة عشان تكسب فيها وتستمتع باللعبة، أول شيء إنك تعرف قواعد اللعبة دي إيه، عشان مش بس تكسب فيها، إنما عشان ترجع لها مرة واثنين وثلاثة وتستمتع حرفيا باللعبة. وأول جزء في اللعبة هو تحديد الغاية والهدف من اللعبة. وعلى فكرة الأهداف دي بتختلف من شخص للتاني، وحتى لو تشابهت الأهداف بين شخص والتاني فترتيب الأهداف ديت هيختلف من شخص للتاني. عشان كده يا ترى إيه هو الأساس اللي بناء عليه نقدر نحدد أهدافنا في الحياة؟ ده هيتلخص في كلمتين اتنين، تعالوا نعرفهم في بقية الفيديو. أول جزء معانا عشان نقدر نحدد أهدافنا ونعرف الفرق بين كلمتين اتنين هما المبادئ والقيم. اول حاجه المبادئ، والمبادئ دي هي المظله الكبيره اللي بتحكم الكون كله وبتحكم العلاقات بين البشر، زي مثلا الصدق، الامانه، الاخلاص، الاتقان. فهي سنه من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون، يعني الكون موجود بيها، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون والمبادئ دي موجوده في الكون. المشكله بقى هنا ان اي خلل في المبادئ ديت مش بيضر الشخص بس، انها بيتعدى الضرر للمجتمع كله وممكن للكون كله. فشخص مثلا غير امين، ما عندوش امانه، هيقبل الرشوه. لو هو مسؤول هيوظف انسان في مكانه غير كفء، فالشخص غير الكفء ده هيضر المكان ده وهيضر كل من يتعامل معاه في المكان ده، وبالتالي ضرره هيتعدى مش بس لنفسه انما يتعدى للمجتمع وللكون كله. وطبعا المبادئ دي بتختلف من شعب للتاني ومن مجتمع للتاني، بتختلف حسب ما توارثوه من ابائهم او حسب اللي بتأمروا بيه شريعتهم. المهم ان في مبادئ بتحكم المجتمع ده. اما بالنسبه للقيم فتعريفها في كلمتين اتنين، هي تفضيلات شخصيه، والقيم دي طبعا بتختلف من شخص للتاني. القيم دي بيكتسبها الشخص ممكن ممن هو اكبر منه سنا، او بيكتسبها الشخص وبيطورها في حياته من خلال المعرفه والبحث، بيوصل الى اشياء ليها قيمه في حياته. قيم زي التعليم، الصحه، المال، التميز، الشهره، كل دي قيم بتختلف من شخص للتاني. فالتعليم مثلا ممكن بيمثل القيمه الاولى عند شخص، في حين ان المال بيمثل القيمه الاولى عند شخص تاني، فبتختلف القيم من شخص للتاني. والقيم ممكن بتظهر في وقت مفاجئ عند الواحد مننا، يعني مثلا ممكن واحد زار مستشفى فشاف قد ايه المرضى وقد ايه التعب اللي بيصيب المرضى، فتصدرت الصحة بقت القيمة رقم واحد عنده نتيجة مثلا ان هو زيارة مستشفى معينة، وممكن يستغرق ظهور القيم ده سنوات كبيرة. وطبعا اختلاف كبير بين المبادئ والقيم، ان المبادئ ضررها بيتعدى الشخص يسوب المجتمع كله، اما القيم هي تفضيلات شخصية، فممكن الخلل في القيمة عند شخص ممكن الضرر ده بيسيب الشخص نفسه لا يتعدى للمجتمع كله زي المبادئ. وممكن تختلف القيم الشخصيه للانسان على المبادئ اللي بتحكم الكون. يعني مثلا ممكن شخص التعليم لا يمثل قيمه عنده، في حين وجود القيمه ديت اللي هو التعليم هيخدم مبادئ اساسيه في الكون. عشان كده بنقولها دايما، اجمل شيء انك تعيش القيم وفق المبادئ. كده عرفنا جزء نظري كبير والفرق بين المبادئ والقيم. فيا ترى ازاي احدد برضه قيمي؟ ازاي احدد قيمي الشخصيه اللي انا اقدر احدد بناء عليها اهدافي؟ هنعرف ده في الجزء الجاي. فلو مش معاك ورقه وقلم دلوقتي، حاول تجيب ورقه وقلم عشان هنجاوب على اسئله محدده تقدر بيها تحدد قيمك الشخصيه في حياتك. نيجي للجزء الثاني في الفيديو وهو تحديد القيم. عشان نحدد القيم هنجاوب على 4 اسئله مهمه جدا. اول سؤال، يا ترى ايه هو اهم شيء في حياتك؟ وعشان اساعدك ازاي تجاوب على السؤال ده وتحدد اهم شيء في حياتك، راجع كده لحظات كنت سعيد فيها، لان اللحظه اللي كنت سعيد فيها دي لمست قيمه عندك. مثلا لحظه ان اتخرجت من الكليه، او جبت مثلا في اي مرحله تعليميه جبت تقدير عالي وخدت شهاده، فاللحظه ديت لحظه سعاده عندك لانك بيمثل التعليم قيمه كبيره عندك. لحظه مثلا حصلت فيها على فلوس معينه بسبب شغل، فالمال بيمثل قيمه عندك. لحظه كسبت فيها ماراثون جري او مسابقه رياضيه، فالرياضه والصحه بتمثل قيمه عندك. راجع مع نفسك كده اللحظات واكتب عشوائي انت كنت سعيد ليه في اللحظات ديت، لان ده بيمثل او كان لمس قيمه عندك. لكن نقطه مهمه، ما تكتبش السعاده قيمه، لان السعاده في حد ذاتها هي مش قيمه،
انما السعاده بتحصل لك لما بتعيش قيمه معينه عندك. تاني سؤال، مين هم قدواتك؟ وما تكتبش اي قدوه، اكتب القدوه الشخص انك فعلا بتتمنى تكون زيه في يوم من الايام، ومش شرط يكون قدوه واحده في كل المجالات، انما ممكن يكون له قدوه في كل مجال. القدوه ديت هي بتمثل ان في قيمه مشتركه بينك وبينه، فراجع كده قدواتك والاشخاص اللي انت تتمنى فعلا تكون زيهم يوم من الايام، لان في قيمه مشتركه بينهم هي اللي خلت الشخص ده يكون قدوه بالنسبه لك. السؤال الثالث، فكر في شخص انت بتغير منه او بتغبطه على النجاح اللي هو فيه. زي ما انا قلت كده بالظبط، شخص انت بتغير منه، مش هنقول بتحسده على اللي هو فيه، انما بتغبطه على اللي هو فيه. ده هيساعدك انك تكتشف قيمك فعلا، لانك بتغبطه او بتتمنى تكون في المكان اللي هو فيه، لان في قيمه مشتركه هي اللي دفعتك تعمل كده. شخص مثلا معاه فلوس كتير، شخص مثلا بيتمتع بصحه كويسه، محبوب اجتماعيا، شخص ناجح في حياته، فهو ناجح ليه؟ او انت عايز تبقى زيه ليه؟ عشان في قيمه مشتركه. فانك بتدور على شخص بتغير منه علشان تقدر تكتشف ايه المشترك اللي دفعك لكده، فده بيمثل قيمه شخصيه عندك، فتقدر بناء على ذلك تحدد القيمه الشخصيه في حياتك. طبعا ده زي ما قلنا بعيد عن شعور الحسد، لان شعور الحسد انك بتتمنى زوال النعم اللي عند الشخص وتجيلك انت، وده مش صح، وده بيضرك انت شخصيا. انما الغبطه ان تدعي له وان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في النعمه اللي عنده، وفي نفس الوقت تتمنى ان يكون عندك زي النعمه دي، فده هيقدر يساعدك انك تكتشف فعلا القيم الشخصيه عندك. السؤال الرابع، تخيل كده لو اديتك 1,000,000 جنيه مثلا، هتصرفهم في ايه؟ اول شيء بس خلي بالنا منه، قلت تخيل ان اديتك المبلغ ده، مش اديتهولك بالفعل. تخيل كده ان اديتك مبلغ 1,000,000 جنيه، بغض النظر عن المبلغ ويقدر يحقق ايه في الوقت اللي انت تتفرج فيه على الفيديو، بس تخيل ان انت معاك مبلغ كبير من الفلوس، يا ترى هتصرفه في ايه؟ الحاجات اللي انت هتصرف فيها المبلغ ده بتمثل قيم شخصيه عندك. مثلا هتروح تصرفه، مثلا انت بتشترك في جيم، فده بيمثل ان الصحه او الرياضه لها قيمه شخصيه كبيره عندك. هتصرفه مثلا انك تشتري حاجه تعليميه، يبقى التعليم له قيمه عندك. هتصرفه مثلا تنفق على ناس او تطلع جزء مثلا كعطاء للناس، انت تساعد محتاجين، فده يمثل ان العطاء قيمه كبيره عندك. وهكذا شوف الحاجات اللي انت هتصرف فيها فلوسك، حتى لو تصرفه انها تشتري مثلا هدوم جديده ليك، فده هيمثل برضو ان الاناقه والنظافه لها قيمه كبيره عندك. فبناء هتصرف المبلغ الكبير اللي معاك ده فين، ده هيمثل قيم شخصيه في حياتك. تالت جزء معانا من الفيديو بعد ما حددنا القيم هو ازاي نرتب القيم دي. بعد كتابتك للقيم بطريقه عشوائيه، تعالوا نعرف ازاي ترتب القيم دي من الاكثر اهميه للاقل اهميه بتمرين بسيط جدا. التمرين ببساطه انك هتمسك قيمتين وهتعمل صح على واحده وغلط على الثانيه، يعني هتثبت قيمه وتلغي قيمه. مثلا الصحه والمال، دول قيمتين عندك في حياتك، هترتبهم ازاي؟ هترتبهم انك تلغي مثلا واحده، هتلغي الصحه وتبرز المال. فهل تفضل ان يكون معاك فلوس كتير جدا وصحتك مش كويسه وتعمل العكس، ولا تفضل ان يكون صحتك كويسه جدا ومش معاك فلوس كتير؟ انا عارف ان بتقول انا عايز الاثنين، انا عايز كله، فتمام، اكيد كلنا عايزين الاثنين، بس الغي المنطق دلوقتي وتواصل مع نفسك انت من جوه كده. هل تفضل اي قيمتين؟ عارف احنا عايزين الاثنين، بس مين اللي ممكن بترجحها على الثانيه؟ ده عشان تقدر ترتب القيم. اما تتواصل مع نفسك من جوه تقدر فعلا ترتب القيم من الاكثر اهميه للاقل اهميه بالنسبه لك انت. طبعا كرر الطريقه ديت مع القيم كلها اللي انت كتبتها بطريقه عشوائيه، وحاول تكتفي ب7 أو 8 قيم وتوظفهم وتعيشهم فعلا في حياتك. اوعى تسيب اشباعك للقيم وانك تعيش قيم معينه بسبب حجه ان مفيش امكانيات. عيش بالامكانيات المتاحه، المهم انك تعيش قيمك. فانك تعيش جزء من قيمك احسن بكتير من انك تتجاهلها كليا. ونقطة كمان مهمة، انك اوعى تحكم على شخص من خلال ترتيب قيمه، لان ترتيب القيم ده ممكن يختلف من شخص للتاني. ممكن مثلا الصحة ما كانتش ذات قيمة، بس الشخص لما تعب شوية في صحته وحصل له مثلا مرض معين، بعد كده ادرك قيمة الصحة فبقت الصحة رقم واحد عنده. ممكن المال هو رقم واحد عنده، فده مش معناه ان الشخص ده شخص مش كويس، لا، ممكن المال رقم واحد عنده وهو بيوظفه باتجاه صح او بشكل صح. فما تحكمش على شخص من ترتيب القيم، انما تحكم عليه من خلال توظيفه للقيم دي. وبرضه عشان اساعدك اكتر انك تجيب افكار لقيم في حياتك اصلا حتى لو بطريقه عشوائيه، في موقع اسمه باريت فاليو سنتر. الموقع ده بيعمل اسسمنت اسمه بيرسونال اسسمنت. الاسسمنت ده لو مشيت على الخطوات اللي فيه زي تقييم معين، هتقدر توصل انك تحدد القيم الشخصيه في حياتك. بتحديدك لقيمك بالشكل ده تقدر فعلا بعد كده تقدر تحط اهدافك في الحياه اللي هتكون مبنيه على قيمك الشخصيه. في النهايه كل واحد فينا قدامه اختيار من اتنين، اما انك تتحكم في حياتك او غيرك هيتحكم في حياتك.
باختصار اما انك تسوق او تتساق، والاختيار ليك انت. وعشان تتحكم انت في حياتك لابد انك اولا تحدد اهدافك، وعشان تحدد اهدافك لابد انك تحدد قيمك الشخصية اللي هتقدر بناء عليها تحدد اهدافك. زي ما احنا وضحنا في الفيديو ازاي تحدد قيمك الشخصية. تحديدك قيمك هيبقى الامر بسيط جدا انك تقدر تحدد اهدافك في الحياة، وساعتها تقدر تستمتع بحياتك. فسعادتك الحقيقية فعلا لما تعيش اهدافك وحياتك وقراراتك بناء على قيمك الشخصية. في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد بينزل على القناة، وسيب لنا رأيك في التعليقات يا ترى ايه هم اهم 3 قيم في حياتك. ونشوفكم على خير في فيديوهات جديدة تنفعك وتكون السند اللي بيدعمك في حياتك. سلام.